أيها السادة والسيدات، من الفضل الإثري أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم معنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس سياسة فرق يبحث مع القيادة السودانية تعزيز التعاون الثنائي. اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمكافحة التصحر. الجمعية الوطنية للتخدير الطبي تعقد منتداها التأسيسي. طائرات الحوثيين المسيرة تصيب معملين لأرامكو بالسعودية. أردوغان سيبحث مع ترامب قضية سوريا ومنظومة صواريخ باتريوت. وإضراب وسائل عمال المواصلات العامة في باريس. أهلا بكم من التفاصيل. تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحث فخامة الرئيس سياسة فرق خلال زيارته التي قام بها صباح اليوم السبت 14 من سبتمبر إلى جمهورية السودان في زيارة عمل تدوم يومان. بحث مع القيادة السودانية تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي لقاء فخامته برئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شكر الأخير فخامة الرئيس سياسة فرق على الزيارة التي أتت بعد انتظار طويل، معبرا عن استعداد وجاهزية بلاده لتعزيز كافة المجالات مع إريتريا. من جانبه أكد فخامة الرئيس سياسة فرق بأن الشعب الإريتري لا ينسى أبدا الدعم الذي قدمه له الشعب السوداني إبان الكفاح المسلح، معبرا عن تهنئته للانتصار التاريخي الذي حققته القيادة والشعب السوداني على العهد الأسود الذي امتد لفترة 30 عاما، مشيرا إلى أن أضرار السياسة المدمرة التي اتبعها النظام الراحل لن تضر بالسودان وحسب، وإنما امتدت أضرارها إلى كافة دول المنطقة. وأكد الجانبان استعدادهما لتعويض الفرص المهدرة واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، واتفقا على العمل المشترك للتنسيق الإقليمي الفعال. كما التقى فخامة الرئيس سياسة فرق برئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك، وتباحثا حول حسن الجيرة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وقال في نقاشهما المفصل أنه آن الأوان لتعزيز هذه العلاقة الأخوية بالتعاون الجاري في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها من المجالات. واستقبل رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فخامة الرئيس سياسة فرقي لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم بحفاوة الاستقبال. وحضر مراسم الاستقبال الوزراء وكبار المسؤولين في المجلس السيادي والحكومة السودانية الانتقالية وأعضاء الجالية الإريترية في الخرطوم. ورافق فخامة الرئيس سياسة فرقي في زيارته معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشاره السيد يماني قبراب. اختتم في 13 من سبتمبر الجاري مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمكافحة التصحر بإصدار إعلان نيودلهي. وقد عرضت إريتريا تجاربها المتمثلة في أنشطة التشجير وإدخال موقد أسمرة يعمل بالطاقة الشمسية. وفي المؤتمر الدولي الذي افتتح في 2 من سبتمبر الجاري في مدينة نيودلهي الهندية، شارك فيها أكثر من 9000 شخص ممثلين 197 دولة مختلف المؤسسات الدولية والمؤسسات العلمية. قدم وفد إريتريا بقيادة المدير العام لقسم التنوع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حرية أسقدوم توضيحا مصحوبا بالصوت والصورة والملصقات تعكس أساليب الحملة الخضراء التي تتبعها إريتريا لإعادة القطاع النباتي إلى طبيعته.
كما قدم الوفد إلى جانب المؤتمر توضيحات تنويرية حول تجارب إريتريا في حفظ وإدارة الثروات الطبيعية، فضلا عن دور الفن في التشجير وإدارة الثروات الطبيعية، ومع أن التصحر يعد تحدي جماعي داعيا إلى مكافحته بما يتطلب جهودا مشتركة وتعاون منسق لكافة الدول. والتقى وفد إريتريا في 12 من سبتمبر الجاري بالأمين العام لمؤسسة مكافحة التصحر بالأمم المتحدة السيد إبراهيم تياو، وبحث معه الأنشطة التي تسيرها إريتريا لمكافحة التصحر وتطوراتها وإدارة مساقط المياه والأنشطة الزراعية الجارية بمستوى الأسر، وإدخال موقد يعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الشريكة ونتائجه. يذكر بأن المحتوى المصحوب بعرض الصوت والصورة والملصقات واللوحات الفنية التي قدمتها إريتريا نال إعجاب المشاركين ووسائل الإعلام. عقدت الجمعية الوطنية للتخدير الطبي اليوم 14 من سبتمبر الجاري في فندق أسمرا بالاس مؤتمرها التأسيسي بحضور ممثليها المهنيين في كافة أرجاء البلاد. المناسبة التي قدم فيها توضيحا مفصلا حول خلفية مهنة التخدير الطبي في بلادنا والعالم، وأهمية التجميع وتأسيس الجمعية، ودور مهني التخدير في النضال التحرري. يناقش المشاركون حول أهداف الجمعية وإسهامات المخدرين الطبيين في المجال الصحي وأهمية تأسيس الجمعية وكذلك دستور الجمعية. وألقى المدير العام المؤقت لقسم السياسات والخطط والموارد البشرية الدكتور برهان دبرو كلمة نيابة عن وزيرة الصحة آمنة نور حسين، عبر فيها عن تهنئته لتأسيس الجمعية ورغم أنه جاء متأخرا، معبرا عن عمله في نقل المنتدى مهنة التخدير الطبي إلى آفاق جديدة. وفي الختام انتخب المشاركون لجنة تنفيذية تتكون من 5 أعضاء وممثلين في الأقاليم. وقد شارك في المنتدى التأسيسي كبار المسؤولين في الحكومة وممثلين المهنيين والجمعيات الناشطة تحت مظلة وزارة الصحة، فضلا عن الضيوف المدعوين. وأوضح رئيس الجمعية المؤقت السيد ميكائيل براخي أن رسالة وأهداف الجمعية تتضمن تأمين أعمال التخدير الطبي الفعالة وذو مواصفات عالية، وتطوير قدرات ومعرفة الأعضاء المهنية، وضمان توفير أدوات أساسية، فضلا عن تشجيع دراسات علمية. الجمعية الوطنية للتخدير الطبي هي جمعية وطنية تأسست في العام 2018. نظمت مدرسة ورصة كالو دورة تعليمية ل 125 من المعلمين الجدد الذين قدموا إلى سوا لتدريس الطلاب القادمين من أكثر من 100 مدرسة ثانوية في كافة أرجاء البلاد لإكمال الصف 12. وكان الهدف من الدورة المنتظمة في الفترة من 3 وحتى 9 من سبتمبر الجاري تعزيز المعرفة النظرية المكتسبة من الكليات وتطبيقها على أرض الواقع وجلب تقييم في العملية التعليمية. واشتملت الدورة على تعريف المعلمين بمهنة التدريس والسياسة التعليمية والسلوك الحسن الذي يعكسه المدرس، فضلا عن إدارة الفصل وأسلوب التقديم ومهارات وضع الخطة التدريسية وسبل التقييم لعملية التدريس، إضافة إلى إدخال وتوسعة مهارات تدريسية بالتركيز على الطلاب وأخلاقيات المعلم وغيرها من المواضيع المهمة. وقال مدير المدرسة الأستاذ رسم قبرهيوت أن نقل المعلومات إلى الطلاب يتطلب مهارات عالية والتحلي بالصبر والمثابرة، وعلى كافة المدرسين الاتسام بهذه المهارات. وناشد المدرسين للتعامل مع الطلاب كمعاملة الآباء والرعاة ومنحهم فرص متساوية، وبما أن مهنة التدريس مهنة ضميرية ينبغي على المدرسين العمل دون ملل ولا كلل، مدركين المسؤولية الواقعة على كاهلهم لبناء أشخاص أكفاء. وذكر الدارسون أهمية الدورة في حياتهم التدريسية متعهدين للعمل الجاد من أجل تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وترجمتها على أرض الواقع وإنجاح رسالتهم المهنية. تفقد الشباب العمال في إقليم عنسبة في 6 و7 من سبتمبر الحالي المناطق التنموية والتاريخية في الإقليم الجنوبي
مؤكدين أنها تخلق دافعا قويا لمزيد من العمل. وعبر الشباب العمال البالغ عددهم أكثر من 200 شاب أثناء تفقدهم سدي طغرة ومسلام والتنمية الزراعية النامية في محيط السدين وطريق ترى أمني دقمحرة جاري شقه ومنطقة قحيت التاريخية وجبهة دقمحرة التي انتهت فيها حرب التحرير. عبر عن إعجابهم لتسيير البرامج المسيرة بالقدرات المحلية. وقد تجمع الزوار من مديريات قلب وحقات وهبرة وعلا برعيد. وأوضح مسؤول الشباب في إقليم عسب الشاب عزازي برختاب أن الزيارة التفقدية تسهم في رفع مستوى الشباب المعرفي وتوسيع وعيهم، مشيرا إلى وضع برنامج للشباب المديريات المتبقية مستقبلا. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإترية عن تنظيم زيارات تفقدية إلى كافة المناطق التاريخية في إقليم عنسبة. الأنباء العالمية تأتيكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. هاجمت جماعة الحوثي اليمنية معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم. وقالت مصادر أن الإنتاج والصادرات تأثرت بسبب الهجوم. وتسبب الهجوم الذي استهدف بقيق وخريص في اشتعال عدد من الحرائق، لكن المملكة قالت فيما بعد أنها تمكنت من السيطرة عليها. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة أن الإنتاج النفط السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد الهجوم. وذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج 5 ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، ولم يخض في تفاصيل. ولم تشر السلطات السعودية إلى ما إذا كان الإنتاج أو التصدير قد تأثر إثر الهجوم، لكن التلفزيون السعودي قال أن الصادرات مستمرة. ويقول الحوثيون أن 10 طائرات مسيرة شاركت في تنفيذ الهجوم. واتهمت السعودية التي تقود تحالفا تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين، اتهمت إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة، وهو ما نفته طهران، كما تتهمها المملكة بتسليح الحوثيين وهو ما تنفيه الجماعة وطهران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر شراء منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الصاروخي، مشيرا إلى أن العلاقة الشخصية مع ترامب يمكن أن تساعد على تجاوز الأزمة التي نجمت عن قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400. وأثار شراء تركيا لمنظومة S-400 في يوليو احتمال تعرضها للعقوبات الأمريكية، كما قالت وزارة الخارجية أن العرض الأمريكي لبيع صواريخ باتريوت التي تصنعها شركة رايثون لأنقرة لم يعد مطروحا. لكن أردوغان أشار بأنه ناقش شراء منظومة باتريوت في اتصال هاتفي مع ترامب قبل نحو أسبوعين، وسيتابع الأمر عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع القادم. وسيناقش أردوغان وترامب أيضا خطط إقامة ما تصفه تركيا بالمنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا الممتدة لنحو 450 كيلومتر، وتهيمن وحدات حماية الشعب السوري الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على أغلب تلك المناطق. بدأ عمال قطاع المواصلات العامة في العاصمة الفرنسية باريس إضرابا واسعا هو الأكبر منذ 12 عاما، احتجاجا على مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد. وأدى الإضراب إلى حدوث شلل في التحركات بباريس وضواحيها، إذ توقفت غالبية وسائل النقل العام في باريس حسب ما ذكرت قناة فرانس 24 الرسمية. وبموجب الإضراب أيضا توقفت خطوط المترو الأنفاق عن العمل تماما، فيما تعمل باقي الخطوط جزئيا. ودعا للإضراب عدة نقابات عمالية أبرزها الاتحاد العام للعمل، أكبر النقابات الفرنسية واتحاد النقابات المستقلة، بهدف توجيه تحذير صارم للحكومة من أجل العدول عن مشروعها لإصلاح معاشات التقاعد. وتطالب النقابات في الوقت ذات الحكومة بالاحتفاظ بالوضع الخاص الذي يحظى به عمال قطاع النقل، والذي يوفر له ضمانة وظيفة مدى الحياة.
أظهرت بيانات وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة أن جودة الهواء تدهورت لمستويات ضارة بالصحة يوم السبت للمرة الأولى منذ 3 سنوات، مما ينذر بتفاقم خلاف إقليمي بشأن التعامل مع حرائق الغابات. وفي كل موسم جاف يؤدي الدخان المتصاعد من حرائق تهدف إلى تهيئة الأراضي لزراعة زيت النخيل وغيرها من المحاصيل في إندونيسيا إلى سحب كثيفة في سماء أغلب المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن الصحة العامة ويصيب شركات السياحة والطيران بالقلق. وسجل مؤشر التلوث المعياري في 24 ساعة الذي تعتمد عليه وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة قراءة تتراوح بين 87 و 106 في فترة بعد الظهر، وتخطى الرقم للمئة يعتبر معدلا ضارا بالصحة. وأظهرت البيانات أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها هذا الحاجز المؤشر حاجز 100 منذ أغسطس 2016. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تصبحون على ألف خير.